بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم. يوم جديد كده ان شاء الله من عند الفراخ البيضة. ان شاء الله حلقة النهاردة تبقى حلقة حلوة جدا جدا معاكي لزيادة الوزن وفاتح شهية ورافع من. بصوا بقى كده، اعتبروها صيدلية، حاجة ببلاش كده موجودة في كل بيت. اعتبروها كده ايه، صيدلية بيطرية عندك موجودة في البيت. حلوة جدا، هتغنيكي بقى عن حاجات وعلاجات بقى ورفع مناعة والكلام ده كله. هي ان شاء الله خلطة النهاردة هتغنيكي عن حاجات كتيرة. وكمان هقول لكم على وصفة للدبان، للناس اللي بتشتكي من الدبان في المكان والكلام ده كله. فان شاء الله حلقة النهاردة كده حباكي تسمعيها للنهاية. بس طبعا فضلا وليس امرا، لو انت جديدة عندي في القناة اتمنى طبعا تنضمي للأسرة الصغيرة بتاعتنا. وكمان اتمنى كمان يا قلب اختك حطي لي اللايك كده وشجعوني، عشان طبعا باللايك اللي انتوا بتبداوا تحطوه ده بتدوني طاقة إيجابية وبتخلونا نعرف نكمل. فحطوا لي اللايك كده وشجعوني على الفيديو عشان أعرف الفيديو عجبكم ولا ما عجبكوش. تمام، فتعالوا كده النهاردة إن شاء الله هنبدأ بقى حلقة النهاردة. بس كان جالي سؤال الأول. واحدة حبيبتي بتقولي الفراخ معايا وصلت لحد 20 يوم والوزن 300 جرام، هو كده كويس ولا مش كويس؟ طبعا مش كويس خالص. أنا بصوا بقى، يعني أنا دايما بقول لكم في كل وقت وفي كل مرحلة لازم توزني عشان تشوفي انتي ماشية صح ولا ماشية غلط، ولا ايه المشكلة اللي عندك. بالنسبة للأوزان يا حبايبي، نتابع كل أسبوع نبدأ نوزن، لأن الفرخ كل يوم في زيادة، كل يوم طبعا بيبدأ ياكل وكل يوم بيبدأ يزيد معاكي. فالوزن دوت بيبدأ يعرفك انتي ماشية صح ولا ماشية غلط. الناس بقى اللي مش عندها ميزانة أنصحها تجيب ميزانة، لان طبعا الوزن ده بيبدأ يعرفك انت ماشية صح ولا في مشكلة عندك في المكان ولا الفراخ نظامها ايه. طيب، برضو سؤال للناس اللي بتقول الوزن مش بيزيد وكلام ده كله. لو انت جربتي الخلطات الطبيعية وما جابتش معاكي نتيجة قوي، ابدأي هاتي بانش. بانش ده حلو جدا فاتح شهية، عشان برضو كان جالي سؤال. البانش حلو جدا على فكرة، فاتح شهية معاكي قوي. هتديه 3 ايام ورا بعض متواصل كيس كده. هو فاتح شاي بقى ومجموعة فيتامينات، فحلو جدا، ابدأي حطي منه. وممكن تريحي شوية وترجعي تاني تجيبي برضو ليهم كيس بانش، تبدأي تحطيه كده ليهم في المية. الوضع عندك تمام والفراخ زي الفل، يبقى ما تجيبيش اي حاجة. اشتغلي معاهم حاجات طبيعية من البيت، هتفرق معاكوا كتير. زي ما انتم ملاحظين كده برضو يا حبايبي، كله بيشرب، كله بيشرب. انا كنت معطشان شوية علشان يبدأوا يشربوا من الخلطة اللي انا هعملها معاكم دي دلوقتي. هي خلطة بسيطة بس مفعولها سحر، يعني فعلا فعلا بتزود معاكي الوزن. وكمان زي ما قلتلك رافع مناعة. في الوقت دوت في عمر ال30، الفراخ داخلة على 30 يوم، بتبدأي بقى تدي رافع مناعة، لازم تدي رافع مناعة. وكمان عند العمر ال25 يوم تدي حاجة تنفسية، لأن طبعا كل ما الفرخ ما بيبدأ يكبر، كل طبعا ما بيبقى محتاج حاجة تنفسية. اوعك تكتمي بقى في المكان وتقفلي وتحطي لمبة حرارية للفراخ الكبيرة دي، لأ. احنا بنحط بس للعمر الصغير. وبعد كده لما بنطمن بقى على الكتكوت بنبدأ ان احنا ايه، نشيل اللمبة الحرارية ونبدأ نحط لمبة موفرة. لأن طبعا الفرخ في العمر الكبير بيبقى محتاج، مش محتاجة خالص الحرارية ديت. بيبقى محتاج تظبطي درجة الحرارة والفرشة والتهوية وكل حاجة، علشان خالص برضو تتجنبي موضوع الإسهالات دي. موضوع الإسهالات دي بتبقى مشكلة كبيرة، بتقابل ناس كتيرة. زي ما قلت لكم بتبقى سببها أسباب من الأسباب. عدم النظافة برضو على فكرة برضو ممكن يعمل معاكي إسهال. يعني دايما دايما لازم المكان عندك يبقى كويس وتتجنبي موضوع الحشرات. تعالوا كده بقى نخش على الخلطة اهيت يا حبايبي. زي ما قلت لكم هي خلطة بسيطة، عبارة عن راس توم، تبدأي تضربيها كده في الايه، في الكبة بتاعتك، وتزودي المية كده اهوت زي ما انا مزودة. وتبدأي كده تنقعيه دوت منقوع كده، تنقعيه 12 ساعة. يعني اعملي الخلطة دي من بالليل وسيبيها لتاني يوم الصبح. هتقومي بقى هتاخدي منها معلقة واحدة بس، معلقة واحدة بس على معلقة خل، وتبدأي تحطيها في المية يبدأوا يشربوا. طيب دي بقى فايدتها ايه معاكي دي؟ رافع مناعة، فاتح شهية. كنت قبل كده مورياكوا كيس كده كنت انا جايباه، كان عبارة عن كان معمول بالثوم، يعني حتى ما بتيجي تفتحيه كان توم. فالتوم دوت صيدلية لوحده، التوم صيدلية. فانا عملت الخليط ده كده من بالليل ونقعته.
وتبدأي كده تاخدي منه معلقة واحدة بس كبيرة على معلقة برضو كبيرة كده خل، وتبدأي تحطيه ليهم على رتل المية يبدأوا يشربوا منه. الخلطة دي اعملها قد ايه؟ اعمليها 3 مرات في الاسبوع، 4 مرات في الاسبوع، مش هتقولك لا. الخلطة دي للفراخ البيضة بس؟ لا طبعا، ده لجميع انواع الطيور عندك، حمام، بط، بصوا كل الطيور اللي عندك، فراخ بلدي، اي حاجة عندك ابدأي. حتى الرومي انا طلعت برضو عملت له من الخلطة دي. ان شاء الله الرومي هبقى اصور لكم فيديو لوحده واقول لكم برضو ايه اللي حصل فيه، وازاي خالص تجنبت موضوع الشوطة دي. فان شاء الله باذن الله هقول لكم في فيديو تاني. بس انتي لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ولسه ما حطيتيليش اللايك، انزلي يا قلب اختك كده حطي لي اللايك. وطبعا ما تنسيش تسيبي لي بحب تعليقاتكم وبحب كلامكم. بصوا هنا بسم الله ما شاء الله الفراخ زي الفل. بتتأكدي طبعا من كل حاجة. لو انتي درجة الحرارة زي ما بقولك عالية عندك في المكان، بتبدأ تظهر كده مشاكل في الرجلين. ان شاء الله بعمل لكم حلقة عنها. تعالوا كده بقى اقول لكم ايه المكون الحلو جدا اللي بيقضي على الاسهالات. ده كان فيديو قديم عندي حبايبي، فخدت منه ايه، يعني خدت منه الجزء ده عشان بس اوريكم، انما انا ما عنديش دبان في المكان. ده كان كنت شارية الكيس ده تقريبا ب8 جنيه ولا ب5 جنيه مش فاكرة. تمام، ده كده اسمه سكر دبان، بتبدأي تجيبيه من عند بتوع مبيدات الحشرية. وده برضو نوع تاني برضو سكر دبان برضو كنت جايباه. كنت جايبة نوعين اهوت بوريكم. بتبدأي تجيبي كرتونة اهوت، بصوا ببدأ كده اشرح لكم. بتبدأي تجيبي كرتونة وتعمليها في مكان عالي، يعني مش تحطيها جنب الفراخ، وبخاخة كده فيها شوية مية وترشي، وتقومي كبة سكر الدبان كده زي ما انا بقولك. تفتحي الكيس وترشي على الايه، على الميه اللي انت عملتيها دي كده شويه ايه سكر الدبان. بتيجي تاني يوم بتلاقي المنظر اللي قدامك ده، كل الدبان اللي عندك في الاوضه متجمع على الكرتونه دي. الكرتونه دي تبقى في مكان عالي. هوريكم حاجه تانية كمان. البخور ده يا حبايبي، البخور دوت برضو حلو جدا اهوت. بصوا مرسوم عليه برضو للدبان وللناموس اهو. البخور ده احنا بنستخدمه عندنا في البيت هنا. لو في ناموس، لو في دبان، لو في اي حاجه، بتبداي كده تشغلي الايه تاخدي يعني البخور ده كده اهوت. بصوا كمان بتتجاب معاه القطعه دي عشان تثبتي فيها البخور اهو. تبداي تحطي كده وتبداي تشغليه في المكان. برضو بيشيل معاكي لو في ناموسه، لو في دبان، بيشيل معاكي الكلام ده كله. بس الصراحه والامانه ربنا انا ما جربتوش عند الفراخ، بس هو امن على البني ادمين. يعني هو البخور ده اسمه هو عطر الياسمين. لو حابه تجيبيه لو عندك ناموس في المكان، في البيت، في الشقه، حلو جدا بيشيل الكلام ده كله. بس برضو برجع أأكد عليكي أنا ما جربتوش عند الفراخ ولا حاجة. اللي أنا جربته وأقول عليه اللي هو سكر الدبان. فهاتي سكر الدبان وابدأي حطي في المكان، وإن شاء الله بإذن الله هجرب معاكم برضو البخور ده في المكان علشان برضو ما يأذيش الطيرة ولا حاجة. هجرب الأول كده وهشغله برضو، وإن شاء الله هبقى أقول لكم إيه الوضع، بس إن شاء الله هيبقى آمن. بس برضو ما تجربيش إلا لما أنا أجرب الأول وأقول لك الوضع إيه. فأنا بس حبيت أعمل لكم برضو الفيديو ده وأقول لكم سكر الدبان حلو ده اللي أنا جربته زي الفل. فاستنوني إن شاء الله في حلقة بكرة بإذن الله في فيديو جديد. أشوف وشكم بخير، مع السلامة.